مؤخرا غتكون تفرجتي في شي فيلم مغربي وضحكتي، ولكن الا سولتك على القصه والاحداث والهايلايتس ديال الفيلم غالبا الذاكره ديالك غتقول لك هق مشى، بحال اي ريل ديال 30 ثانيه في الفيسبوك، على عكس شي افلام اجنبيه كوميديه اللي شفتيها هذه اعوام ومازال عاقل على التفاصيل ديالها. واخا الثقافه مختلفه ضحكتي وعقلتي علاش ضحكتي. المشكل كاين في الفرص اللي كتعطى لنفس الناس. كيبقاو المخرجين والكتاب الشباب اللي يقدروا يعطيونا افكار جداد ونظره جديده كيتهمشوا نظرا للاحتكار ديال الناس اللي تشاركوا في نفس الفكره، اللي هي انهم يفرجونا ويضحكونا بلا ما يضربوا علينا شويه ديال التمام. هذا النوع ديال الكوميديا كيسبب ثلاثه ديال المشاكل كبار تؤدي الى فقدان الثقه في السينما المغربيه بالنسبه للناس اللي كيتفرجوا بوعي وكيقلبوا على الجوده، كيتسبب في غياب التنوع في المواضيع، وغنبقاو واحدين في التير اللي كيشوه السمعه ديالنا قدام البراني. البعد الثقافي ديال المغرب ديالنا غيبقى وراء الجدار وكيخلي السوق محتكر لنفس الوجوه، فعاود ما يعطيو الفرصه لوجوه جداد ولا مواهب شابه، حيت المتفرج الا شاف وجه جديد في لافيش ما غاديش يدخل يتفرج. المنتج من حقه يخاف على رزقه، قال لك زوقت بيع الفلوس اللي نخسروها في شي فكره مزيانه ونطوروها ونجيبوا الخبراء ونعطيو فرصه للشباب، نجيبوا الممثل فلان عزيز على المغاربه وكيعرف يزيد من راسه باش يغطي لنا على الحموضه اللي كتبسي السيناريست. وهاد المنتجين كيقولوا حنا كنصوبوا داكشي اللي كيبغيه الجمهور، ولكن السؤال هو واش بصح الجمهور هو اللي اختار ولا غير ولفتوا على هذا النوع ديال الضحك السهل والرخيص، حيت مسكين ما عنده فاش يتفرج كيقضي بكم على ما يدير الله شي تاويل ديال الخير.